ودلوقتي ميعادنا مع نشرة أخبار النادي الأهلي. صلى على النبي، يلا بينا بسرعة نبدأ النصر. الأهلي يتغلب على نادي البنزرت التونسي في تاني ودياته بمعسكر تونس بخماسية نظيفة. رسميا شركتي أديداس وريد بول أبلغوا وسام أبو علي بنهاية تعاقداتهم التجارية والإعلانية فور رحيله عن النادي الأهلي. تكريم النادي الأهلي من وزارة المالية ومصلحة الضرائب باعتباره أكبر ممول في مصر في الفترة الحالية. وبعد تعافيه من الإصابة، إمام عاشور يبدأ الاستعداد بقوة للعودة للملاعب. وبعد إعلان سيراميكا كليوباترا إتمام التعاقد مع نجم النادي الأهلي السابق عمرو السولية، النادي الأهلي يوجه دعوة لعمرو السولية لإقامة حفل تكريمه بعد مسيرته المميزة مع النادي الأهلي. نادي قاسم باشا التركي يتقدم بعرض رسمي للنادي الأهلي لضم والحصول على خدمات أحمد دمير كوكا لاعب خط وسط النادي الأهلي. وجرى عرض الأمر على ريبيرو وحسم الصفقة من عدمها بعد عودة الفريق من معسكر تونس. كان لموقع اليوم السابع النادي الأهلي يتراجع عن فكرة إتمام التعاقد مع مصطفى محمد وأحمد حسن كوكا وأسامة فيصل من البنك الأهلي. للإعلامي أحمد شوبير عودة النادي الأهلي من معسكر تونس يوم الأحد المقبل، والتدريب يوم الاثنين، ومباراة ودية يوم الثلاث. قرعة الدوري المصري يوم الحد القادم 27/7، وأولى مباريات الدوري هتكون يوم 8/8/2025. كده عزيزي المشجع الكروي الجميل، يكون الفيديو بتاعنا خلص ونشرة أخبار النادي الأهلي انتهت النهارده. لو الفيديو عجبك يا ريت ما تنساش اللايك والفولو، دعما لحبيبك أخوك محمد محسن، ودايما استنى مني كل جديد. سلام يا ريس.